السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديال وصفات حياة شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم وجبه اللي كتكون صحيه بزاف، تقدموها كفكره لغداء او عشاء. هاد الوجبه عباره عن نباتات اللي كنسميوهم السكوم. بالنسبه للسكوم يعني معروف بالسميه ديالو في الجهه الشرقيه، وعلى برا يعني كنسميوهم لي زاسبيرج، او ما عرفتش الا كان عندهم شي اسم اخر. بالنسبه لهاد الوجبه كما قلت لكم كتكون صحيه وايضا يعني مليئه بالفيتامينات. اليوم ان شاء الله غادي نقدمها لكم بالطريقه ديالي وعلى الطريقه الوجديه. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه هنايا المقادير خديت تقريبا واحد 4 نتاع الربطات نتاع السكوم. هنايا كما كتشوفوا هنايا غسلته مزيان ونقيته. هنايا كنحاول نقطعو يعني طروفه صغار، كنديرو في واحد الاناء. بالنسبه هنايا السكوم، بالنسبه هنا كما كتشوفوا هنايا البلاصه اللي يعني كتلقاوها ما كتهرسش، من الاحسن انكم ترميوها. والبلاصه اللي يعني كتكون يعني سهله في التهرس ديالها كما كيبان لكم هنايا. كنستمر على هاد العمليه، وكما قلت لكم كنشدو غير دوك العواد اللي كيكونوا رطبين، ما كيكونوش عاصين او قاصحين. كنشدهم وكنقطعهم على شكل يعني كنقطعهم رقاق هكا، وكنديرهم في واحد الاناء. من بعد غادي نجمعهم وكنديرهم في واحد الكاسرول اللي كيكون فيها الماء والملح. كنخليهم يسلق واحد المده، يعني هاد السكوم كياخد الوقت في السليق ديالهم، تقريبا واحد الساعه او اقل. عاد كيسلقوا مزيان وكيكونوا طايبين. وهنايا من بعد ما قطعت داك السكوم كامل كملته. هنايا غا كما كيبان لكم هنايا درت واحد الكاسرول، درت فيها واحد الكميه تاع الماء، وغادي نوضع فيها هاد السكوم. بالنسبه للسكوم هنايا كما قلت لكم يعني كياخذ الوقت في السليق ديالو. وايضا غادي نوضع واحد شويه نتاع الملحه. غادي نخليوه يسلق مزيان حتى يطيب وكنحسوا به باللي رطب. وعاد من بعد كندوزو للمرحله الثانيه. كما كتشوفوا معايا هنايا السكوم ديالنا راه سلق مزيان وكيبان طايب. بالنسبه للمده نتاع السليق هنايا خدا لي تقريبا واحد الساعه او ساعه و10 دقائق. غادي نجيب واحد الصفايه كما هذه، وغادي نصفي فيها هاد السكوم ديالي مزيان. السكوم ديالنا من بعد ما تصفى مزيان وضعته في واحد الطبسيل. وهنايا غادي نقوم بالتشحار ديالو، او غادي نشحرو مزيان. بالنسبه هنايا المقادير اللي غادي نشحر فيها هاد السكوم ديالنا، عندي هنايا تقريبا واحد جوج فصوص نتاع الثومه. عندي ايضا مجموعه من التوابل. عندي ملعقه صغيره من الفلفل الحار، ملعقه صغيره من بابريكا او فلفل احمر. عندي ايضا ملعقه صغيره من الكمون، وايضا ملعقه صغيره من الخرقوم. بالنسبة هنايا أيضا البصل اللي غادي نشحر فيه هاد السكوم ديالنا. بالنسبة للبصل هنايا خديت فقط الشالوط الأخضر اللي أيضا تقدروا تعوضوه بالبصل. كناخد واحد المقلاة، كنوضع فيها تقريبا واحد 3 معالق كبار من الزيت النباتية. وغادي نضيف ليها أيضا ديك الكمية نتاع الشالوط. بالنسبة للشالوط تقدروا ديروا حتى 2 ربطات. هنايا كنوضعو
مزيان. كنضيف ليه ديك الكميه نتاع السكوم، وايضا كنضيف ديك الصوص نتاع الثومه اللي ضغطت عليهم، كنشحرهم مزيان مع هذا السكوم. ايضا هذا السكوم ضروري كيتشحر مزيان. وايضا غادي نضيف تقريبا من بعد 5 تاع الدقائق وانا كنحرك في هذا السكوم ديالي، غادي نضيف ديك الكميه تاع التوابل اللي ذكرت معكم، وكنشحرهم مزيان. يعني تقريبا هاد الطريقه نتاع التشحار نتاع السكوم تقريبا بحال نتاع الخبيزه او البقوله كما كيقولوها في المدن الاخرى. وبالنسبه للملحه هنايا ما ضفتهاش مع التوابل حيت السكوم ديجا سلقته في الملحه. كما كتشوفوا هنايا السكوم ديالنا راه تشحر مزيان، وبالنسبه للطياب ديالو راه طايب. وهنايا فضلت نضيف عليه كميه نتاع البيض. بالنسبه لحبات البيض كتبقى على حسب الكميه نتاع السكوم ديالكم. كنضيفوا على السكوم وكنخلط مزيان كيكون طايب. وشويه نتلاقاو باش نشوفوا وجبه السكوم ديالنا في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي نتاع السكوم ديالنا بعد ما درت فيه داك البيض. فعلا كيجي بنين بنين بزاف، وخاصه ملي كنضيفوا البيض. واللي ما كيبغيش البيض يقدر يستغنى عليه. هاد الوصفه فعلا كتستحق التجربه، وإلا جربتوها اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه نتاع اليوم ما تنساونيش باللايك، وايضا تعليقاتكم اللي كتفرحني باش نعطي المزيد. وبالنسبه اللي كيزور قناتي اول مره ما تنساوش تفعلوا الجرس وتوصلوا بجديد وصفاتي. نقول لكم في امان الله، والى وصفه جديده وفيديو جديد من فيديوهات وصفات حياه شانيل.